الأهلي يعود لسكة الانتصارات والزمالك يتعادل مع الجونة. الأهلي يعود للمركز الرابع بعد الفوز على حرس الحدود ب3-2 بفوز صعب جدا جدا، وركلة جزاء وهمية للنادي الأهلي من وجهة نظري. أما الناحية التانية فنادي الزمالك أنا غير راضي عن نادي الزمالك والأداء. ماشيين بأداء كويس، تيجي قدام الجونة ما كسبتوش، بالنسبة لي أنت ما عملتش أي حاجة. لو جيت كسبت الأهلي والله ما مرضي. بالنسبه لي ماتش الجونه زي ماتش الاهلي، ده ماتش ب3 نقط، انا مش رايح العب الاهلي في كاس او رايح اقابله في نهائي او حاجه. ماتش الاهلي زي ماتش الجونه، انا بالنسبه لي انت اتعادلت مع الجونه اكنك ما عملتش اي حاجه. هتروح تكسب الاهلي ولا عملت اي حاجه؟ الزمالك ب 17 نقطه في الصداره زي ما هو، وراه المصري ب 15 نقطه، وراه وادي دجله مركز ثالث ب 13 نقطه، مفاجاه الدوري وافضل فريق بيلعب كوره في الدوري مع المدرب المحترم محمد الشيخ. والاهلي يعود مع حماد النحاس للفوز الثاني على التوالي، الاول على سيراميكا والثاني على حرس الحدود، ويبقى معاه 12 نقطة. الزمالك يعني انا مش عارف، يعني انت ليه مصمم تضايق الجمهور قبل كل لقاء قمة؟ تكسب دلوقتي الاهلي، انت فارق عنه بماتش ماشي، انت 8 ماتشات لاعبهم، الاهلي لاعب 7. الاهلي 12 نقطة وانت 17 نقطة. انت لو كنت كسبت كان زمانك معاك 19 نقطة، كان الاهلي هيجي يلعبك برضه، كان لسه بقى في فرق ماتش. مثلا كسبت الاهلي بقى معاك 22 نقطة والاهلي 12 نقطة، فرق 10 نقط. الاهلي لو كسب الماتش اللي هو فرق معاك بقى الفرق 7 نقط. ليه رجعت الاهلي تاني في الجيم؟ انت مصمم ليه؟ زمالك وادارة ولاعيبة. ماتش الجونة زي ماتش الاهلي، اكسب الجونة 2-3 عشان اروح للاهلي خايف مني. النهارده الاهلي اقسم بالله لو لاعب قدام عند حرس الحدود بيعرف يلعب كورة، اقسم بالله الاهلي يخسر النهارده 4 و5 مستريح، واللي يقولك غير كده كذاب. النهارده الاهلي سيء جدا، وجوان عادي، اقسم بالله اللي جونين داخلين في الاهلي لو جبت حارس مبتدئ هيصدهم. الشناوي وحش وشوبير وحش، الاهلي محتاج المنظومه كلها تتغير، بالمعنى الاصح اللعيبه دي شعبت. لما شفت انت السنه اللي فاتت امام عاشور لما كسب حسين الشحات، جه لما طلع في لقاء مع ابراهيم فايق قال لك امام عاشور كان عايز يحتفل لما خد افريقيا، فبيقول لهم انتوا ليه ما بتحتفلوش معايا وقاعدين في جناب ليه وساكتين؟ حسين الشحات قال له احنا شبعنا يا ابني، احنا واخدين 4 منها. فانت لاعب شبع خلاص، يعني بمعنى الاصح شبع البطولات. وياسر ابراهيم النهارده جاي يتخانق مع اللي بيسلم جايزة المباراة، بيقول له بتختاروه على اي اساس؟ يا عم انت مالك، انت جبت الجون وكسبت، يعني مش لازم هيديك رجل المباراة. وفي الاول وفي الاخر اللي بيختار رجل المباراة مش اتحاد